السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن بوتاجاز رويال جاز بروفيشنال، اعلى موديل في موديلات الرويال في السوق المصري، انتاج 2023، ستانلس بالكامل مطفي 60 في 90. سيبك بقى من اي موديل تاني عايز تجيبه، الموديل اللي معانا ده كويس ومحترم وخاماته كلها ايطالي عاليه الجوده، وكمان بينزل بثلاث مراوح والفرن والشوايه تقدر تشغلهم مع بعض. يبقى هنتكلم النهارده عن بوتاجاز رويال جاز بروفيشنال. ايه دليل على الكلام ده؟ هنفك البوتاجاز قدامك كله ونشرح كل جزء فيه، وكمان هنشرح طريقه تشغيله. العرسان اللي بتحب تجيب بوتاجاز احسن حاجه، جبت لك بوتاجاز النهارده فوق الاوبشن. اي حاجه انت كنت بتدور عليها في بوتاجاز ومش لاقيها هتلاقيها في بوتاجازنا النهارده. طبعا انا غرضي مش عايز حد يوجهك او ياثر عليك، انا عايزك تروح اي مكان تعرف تشتريه. مش معنى ان انا بعمل فيديو بشرح فيه البوتاجاز يبقى ده احسن حاجه وانسب حاجه. انا بحاول اوريك كل حاجه في البوتاجاز واشرح لك كل الامكانيات اللي موجوده فيه، وبعرفك مميزاته وعيوبه، وبتكلم عليها عن رايي الشخصي. انت صاحب القرار، انت شايف ان في حاجه مش لازماك تقدر تستغنى عنها. بس اول حاجه او في خطوات هقول لك عليها، بس اول حاجه حطها في دماغك، الميزانيه اللي معاك قد ايه. تاني حاجه، هل البوتاجاز ده عملي؟ هل البوتاجاز السطح بتاعه ده ستانلس خامته قويه وغير قابل للصدى؟ تالت حاجه عايز اقول لك عليها، هل البوتاجاز ده مزود او باحدث وسائل تكنولوجيا وامان وخامات عاليه الجوده؟ هل البوتاجاز ده بيدعم تشغيل الفرن والشوايه مع بعض؟ كده هتعرف تاخد الماركه المناسبه ليك. تعال نشوف ايه الجديد. هنتكلم النهارده عن بوتاجاز رويال جاز بروفيشنال. لو اتكلمنا على التصميم فشكله جميل جدا والشكل جذاب، وكمان الجسم الخارجي بتاعه تحفه، والماتيريا بتاعته جميله ومحمله جدا. ده اعلى موديل في موديلات رويال، قلنا اللي فيه 20 موديل منه، ولكن تقليل السعر بياتي على حساب بعض الخصائص على حسب ظروف الماديه. البوتاجاز معانا النهارده هو افضل واحسن واعلى موديل، هو منافس قوي في السوق المصري. يعني انا النهارده اقدر اقارن البوتاجاز ده بوتاجاز مستورد؟ انا لو جبت لك نفس البوتاجاز ده هو نفس كل حاجه فيه مستورد، هضرب السعر في 3 وفي 4. شركه رويال النهارده جابت لنا كل الخامات وكل مكوناته كلها مستورده، وقفلته لنا هنا باسعار تتناسب مع السوق المصري. ومش كده وبس، وفرت لك قطع غيار، وفرت لك ضمان كويس، وفرت لك خدمه ما بعد البيع. البوتاجاز معانا ده لفت انتباهي بصراحه، لحد ما جت الفرصه وقلت اوريه لكم ونشرح كل جزء فيه. هنتكلم عن مميزاته وهنتكلم عن عيوبه وطريقه تشغيله ونشرح كله. اول حاجه هنتكلم فيها، انا اقدر اركب البوتاجاز ده ما بين قطعتين مطبخ او ما بين الرخامتين زي البلت ان بالظبط. عايز تشيل، حابب تشيل الازاز اللي ورا ماشي، عايز تركبه برده ماشي، طبعا شيلته وتركبه يبقى سهل جدا تفكه وتركبه. بيتميز كمان البوتاجاز ده عندنا الحوامل عندنا هنا مفيش فواصل ما فيها، يعني اقدر احرك ما بين حله، احركها من العين الصغيره للعين الكبيره سهله جدا، مفيش فواصل في الحوامل. لو احنا قارناه ببوتاجاز رويال جاز مستر شيف برو، هتلاقي حضرتك عندك فواصل ما بين الحوامل ده والحامل ده، في فواصل ما بين. هنا البوتاجاز في رويال جاز بروفيشنال مفيش فواصل هنا لغاها. لو كمان دخلنا على الميزه عن بوتاجاز رويال جاز مستر شيف برو، هنلاقي هنا الاوكر كان نفسها من البقلايط. الاوكر مديك شكل جميل، مديك اوكرا مش بقلايط، ما بتسيحش من السخونيه بسهوله، ما بتسيحش، كمان شكلها حلو. لو جينا بصينا على بوتاجاز رويال جاز مستر شيف، هنلاقي الاوكرا هنا مشرشره، فيقول لك ست البيت يقول لك انا عايز الشكل، ايدي متعاصه، ممكن اتعاصى هيبقى شكله وحش البوتاجاز. فدي الاختلافات البسيطه، يعني احنا بنتكلم في اختلافات. الاوكرا هنا مشرشره، هنا فيها اشعاع ذاتي، هنا فيها اشعاع ذاتي. شايف الاوكرا دي شكلها عامل ازاي؟ الاوكرا برضو كبيره بس انا مشرشره. لو جينا وصلنا الاوكرا بتاعت رويال بروفيشنال جاز بروفيشنال، هنلاقي الاوكرا هنا ناعمه، شكلها حلو، سهل الغسيل، كمان من البقلايط عشان ما تسخنش. يعني هنا غيرنا الوضع تماما، جبنا لك اوكرا جميله فيها اشعاع ذاتي برضو زي ما انتم شايفين كده، بس هنا الاوكرا نظيفه وسهله تنظيف. ندخل بقى على اهم حاجه الناس بتسال عليها كتير، خامه الاستانلس، خامه سطح البوتاجاز، خامه الاستانلس. هنا انا بديك خامه نظيفه، بديك سطح بوتاجاز نظيف مطفي. شوف البروز، شوف التنيات اللي فيه، بيديله عزم اكتر. يعني هنا البوتاجاز، لا يا جماعه البوتاجاز ده هو صارف عليه، بيقول لك انا عندي بوتاجاز فئه عاليه بقارن بالمستورد. هنا سطح البوتاجاز عامل ازاي، عظمه جامد، يستحمل. الاستانلس نفسه جامد جدا، وكمان في فواصل، يعني هو التاني نفس الفواصل برضو. اقدر لو انت حابب فواصل ما تغسلش البوتاجاز كله او حاجه تكبت، هتغسل اللي عليها العين بس. لو هنا دخلنا على بوتاجاز رويال جاز مستر شيف برو، هو تشوف شكل نفس الشكل، نفس الغرف ونفس كل حاجه اهوت، وفي فواصل برضو نفس الفواصل، نفس كل حاجه. ولكن هنا الاستانلس او خامه الاستانلس ضعيفه او خفيفه. مش هتقول لي انا مش هقف عليه، انا مش هعمل عليه. احنا بنتكلم في خامه دلوقتي، طول ما قللت في الخامه طول ما قللت في السعر. هنا في بوتاجاز رويال بروفيشنال اداك خامه واداك حاجه نظيفه، فهو الراجل صارف على البوتاجاز.
اتكلم بقى على العين اللي في النص. في ناس بيسموها العين بروفيشنال، في ناس بيسموها العين الخماسيه. ليه سموها الخماسيه؟ عشان هي فيها 5 فواني. هو بيقول لك هي بتطلع نار اكتر، انا مش شايف اللي هي بتطلع نار اكتر. هي فكرتها كلها عشان لو فونيا اتسدد يقدر يسلكها او الباقي الاربعه التانيين يشتغلوا. انما هي ديت هي ناس تانية، دي الخماسيه. اصنع طلي فكره جديده. فيها 5 فواني تحت منها، الحساس والاشعال موجود برضو، كل حاجه موجوده. هي نفس التانية برضو يعني، ديت بس ديت خماسيه او بيسموها بروفيشنال، يعني البروفيشنال. هنوريها لك برضو في بوتاجاز رويال جاز ماستر شيف برو. هي 3 فواني موجودين، هي نفس يعني تطلع نفس كميه النار وهي نفس كل حاجه. بس ديت هنا، ودي برضو صناعه ايطالي ونفس الشركه، هي نفس الشركه. ولكن هنا زي ما وريتها لك، هنا اشتغل ب3 فواني زي ما انت شايفينها كده. دي 3 فواني اهوت، في عين في النص بتشغل العين الصغيره، والاتنين في الطرف بيشغل لك كميه النار اللي هنا وتوزيعة النار اللي هنا، بتديك نفس هي مجموعه النار النار التانية. ديت بوتاجاز ريال مستر شيف برو. انا بعرض لك من هنا وبعرض لك من هنا وبوريك ده وبنقول الحقيقه. دي هنا الخماسيه زي ما انت شايفينها اهيت، فيها 5 فواني زي ما انت شايفينها اهوت. وانا كنت حابب اجمعها لكم برضو. هي فكرتها زي ما قلت. انا من وجهه نظري انا شايف يعني لو فونيا اتسدت او حاجه اتسدت منك او ميه جت عليها او حاجه جت عليها اتسدت، فيقدر الاربعه التانيين يقوموا بالمهام زي التانية. اللي هيأكد لنا اكتر هنجربها ونشغلها هنا وانتوا احكموا. شوفوا النار هنا وشوفوا النار. ده هنا فوريال جاز بروفيشنال شغاله العين اللي في النص اهيت هو كده، وديت فوريال جاز مستر شيف برو. هي نفس كميه النار، هي نفس توزيعة النار، بس فكره جديده مش اكتر، عشان لو حاجه اتسدت منك. هنا في حامل قهوه، هناك برضو في حامل قهوه. هنا بيتميز بالحامل الزياده ده. في رويال مستر شيف مش بيجي معاه الحامل اللي هو بتاعت العين اللي في النص. لو اتكلمنا على الفرن، الشركه برضو ما نستناش في الموضوع ده. الشركه النهارده دخلت لنا مروحتين توزيع ما نزلوش قبل كده في الموديلات اللي قبل كده. جابت لك مروحتين لتوزيع الحراره. اقدر النهارده اشغل، بس المراوح بتشتغل مع الفرن. انا وانا بشغل فرن هتلاقي المروحتين الاتنين بيشتغلوا مع بعض. شفناها قبل كده في بوتاجازات انواع تانية، ولكن المره دي رويال جابتها لك في بوتاجاز ما نسكوش. انت عايزين توزع حراره، انا جبت لك مروحتين مش مروحه واحده هيوزعوا حراره مع الفرن. انا عايز اشغل فرن من الشوايه، هتقدر تشغل فرن مع الشوايه ومفاتيحه من النحاس. هنا البوتاجاز يا جماعه رويال بروفيشنال، رويال جاز بروفيشنال بيشغل الفرن والشوايه مع بعض. نبص عليها كده اكتر. هذا المروحتين مش واخدين حيز كبير من البوتاجاز برضه. نشوف هنا الرفوف بتاعته كلها من الاستانلس. ده المروحه واحده في رويال جاز مستر شيف برو، وهتلاقي في الموديلات التانية. لو اتكلمنا عن الرجول، فالشركة غيرت لك الرجول خالص. الرجول هنا جامدة 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 يا جماعة. الوضع اختلف خالص. مقاسها 15 سم. الرجل هنا كبيرة تقدر لحد 15 سم، تقدر طبعا تصغرها شوية. انما في رويال مستر شيف برو الرجل كانت صغيرة مش زي رويال بروفيشنال. نقيس بقى اطوال البوتاجاز عشان الناس اللي عايزة تعرف اطواله. ده كده مقاسه من غير الرجل عشان اللي عايز يعرف مقاس بوتاجاز. هتلاقي 76 سنتي طبعا، عرضه 90، وده عمقه اللي جوه. نقدر نقول مثلا 44 لحد مثلا بره، لحد بره خالص 44. طيب لو قسنا عرضه هنلاقي عرضه لحد الشبكة 78 سنتي. طيب نبص بقى على البوتاجاز من جوه. احنا فتحناه برضو، البوتاجاز قدامنا اهوت. شايفين وضعه عامل ازاي من جوه برضو عشان يبقى الحاجة قدامك وشايف البوتاجاز شكله من جوه. ده وضع البوتاجاز. نظام غرف، نظام مواسير ألمونيا، مفاتيحه من جوه نحاس. الإشعالات بتاعته والسلوك واخدة حيز كتير من البوتاجاز. لو جينا نبص هتلاقي عبارة عن شبكة سلوك كلها جوه في البوتاجاز. ادي الشاشة اللي الناس بتتكلم عليها، دي الشاشة اللي جوه زي ما انت شايف، فيوز وسلوك وطالعة منها، والشاشة التانية طالعة منها سلوك. فنقدر نقول الناس بتخاف من الشاشة عشان كده. الشاشة دي يا جماعة ممكن السلوك دي تسيح طبعا او ممكن تبوظ. هي بتعتمد على حاجه واحده، مروحه التبريد قدامك ديت هي اللي محافظه عليها. حاول تخلي دايما الفيشه واصله بالكهرباء. حاول تتاكد دايما ان مروحه التبريد شغاله. ده اللي اقدر اقوله لك، حافظ عليه.
طول ما انت المروحه التبريد، اي النهارده على فكره عامه اي بوتاجاز النهارده حديث بتلاقي فيه مروحه تبريد ومروحه توزيع. انا مهتم بمروحه التبريد. الناس يقول لك بيسحب حراره من الفرن، لا، لها ميزات اكتر من كده، بتحافظ على البوتاجاز كله. البوتاجازات القديمه لو جينا شفناها البوتاجازات القديمه هتلاقي بتسخن، المفاتيح بتنشف والبوتاجاز بيبوظ، بتبوظ المفاتيح وبتسرب حاجات كتير. لا، هنا في مروحه تبريد هو حاط شاشه في النص وفيها سلوك ياما، بس خلي الفيشه دايما واصله بالكهرباء. زي ما انتم شايفين لوحه التحكم ديت بيعتمد عليها. انت عندك بتشغل لمبه، بتشغل الشوايه، تظبط الشعله اللي هي الشعله اللي ورا تظبطها على ربع ساعه، تقدر تظبطها، تقدر تشغل تايمر منها. لا، لها شغل كتير معانا. تمام. اقدر اشغله من غير ده كله وانا عايز اوصله عادي واشغله بالولاعه، تقدر تشغله من غير ده كله. بس ايه الميزه بقى اللي انت جبتها في البوتاجاز؟ فاحنا بنقول نحافظ عليه دايما، نخلي الفيش شغال. لو المفتاح مثلا او انت الفرن طفيته، الشوايه طفيتها، هتفضل شغاله شويه لحد ما يبرد خالص وهتفصل لوحدها. مكانها فين؟ مكانها تحت سطح البوتاجاز. لو فكيت الوش هتلاقي المروحه التبريد بتمشي في مجرى او ساق يطلع لقدام، بتبرد المفاتيح عشان ما تسخنش منك وتبوظ وتنشف وتقشر، المشاكل اللي احنا كنا بنقابلها كتير. ودايما بنحذر بنقول يا جماعه ما حدش يشد فتحات التهويه اللي ورا. طبعا احنا اديت نبذه سريعه عن البوتاجاز وعرفنا كل حاجته، عرفنا اللي هو فيه اشعال ذاتي، في كل الميزات اللي انت عايزها موجوده في المستورد في كل حاجه. انت الفرن بيشتغل مع الشوايه برضو، قلنا في نظام امان كامل. لو انت تابعت الحلقه اللي فاتت هتعرف كل الحاجات الباقيه ديت كلها. مش عايز بقى نشرح ونكمل تاني ونطول في الحلقه. لو دخلت على الحلقه اللي فاتت هتعرف بقيه الحاجات اللي هي شرحنا برضو الاشعال الذاتي والامان وكل حاجه فيه والتايمر والشات ديجيتال. الناس اللي متخوفين من الشات ديجيتال احنا قلنا عليها الشات ديت تعتمد على مروحه التبريد عشان تحت منها وفكينا لقينا فيه سلوك كتير. مفيش مشكله، احنا شفنا البوتاجازات والفرن بيلت ان بينزل برضو شاشات في النص اللي هو التايمر منه، بينزل شاشه في النص وبيعتمد على مروحه التبريد. كده احنا جبنا اهم اسئله جبناها، وريتك البوتاجاز وهو شغال، فكيتهولك وعرفتك كل حاجه فيه بما يرضي الله، يعني الوجه الله والله. لو في اي حاجه انا ما قلتهاش في الفيديو ده هتلاقيها في الفيديو اللي فات بتاع بوتاجاز رويال جاز مستر شيف برو، يعني برضو تركيبه وتنظيمه وتشغيله واشعاله وكل حاجه شرحناها برضو بالظبط. لو في اي حاجه هستنى تعليقات. مطلوب منك دلوقتي غير ان شاء الله تشجعني، عشان ان شاء الله في عندنا فيديوهات كتيره اقدر انزلها لكم. استنونا في الحلقه الجايه.